ورجعت لكم تاني. هاي انا فيفا. هنكمل سلسلة بلاها جواز لو بارت 2. هقول لكم بلاها جواز لو مستعجلين. ما تستعجلوش. مستعجلين على ايه؟ خدوا وقتكم في انكم تعرفوا بعض، تعرف انت عايز تعمل ايه. ادرسوا بعض كويس، بلاش الاستعجال. ما بقولش نطول، ما تطولوش برضو، لكن خدوا وقتكم. بلاش الرش رش 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 علشان لازم اتجوز، القطر هيفوتني، البريشر بتاع اهلي، بريشر السوسايتي اللي حواليا، المجتمع كله عمال يزقني. يلا انت هتتجوز امتى؟ احنا هنفرح بيك امتى؟ انت هنفرح بيكي امتى؟ كأنه في حاجة وراه. انا ما وريش حاجة، انتوا وراكم حاجة. انا ما وريش حاجة. قرار مصيري ولازم اخد وقتي وبالراحة. بالراحة. كل حاجة لازم تدرس، وكل حاجة بتستوي على الهداوة. ادي كل حاجة وقتها، بلاش الاستعجال. ولو في استعجال اتس فلاج. خلي بالك، خلي بالك، معناه انه في حاجة غلط، وانه مش انه ربنا كده مباركها وكده الدنيا مظبوطة. ربنا اخد وقته في ان هو يخلق العالم، وارتاح وكان كل حاجة ماشية بنظام، وكل حاجة ماشية بوقت. بلاش نستعجل، بلاش نستعجل، بلاش نستعجل، وبلاش نضغط. بلاش نحس ان احنا مضغوطين ولازم بسرعة بسرعة بسرعة. اجلوا حتى الفرح. ايه المشكلة؟ المشكلة ايه اللي هيحصل؟ ممكن الفرح يتأجل عادي، مش لازم لأسباب قهرية، ممكن لأسباب نفسية، لأسباب أنا مش مستعدة لسه. مش هيحصل حاجة، ولا هي فيها إحراج ليا، ولا إحراج للطرف التاني، ولا إحراج للأهل. حاجات لازم تحترم. أنا لازم أحترم وقتي، وأحترم نفسي، وأحترم ظروفي، وأحترم كل حاجة. خدوا وقتكم وما تستعجلوش وما تضغطوش. بلاها جواز لو فيها ضغطة. أنا فيفا. باي.